صباح الخير إن كان صباحا، ومساء الخير إن كان مساء. تحياتي لكم جميعا أينما كنتم. النهاردة 2 إبريل الموافق يوم الأربع، آخر أيام العيد، وبكرة الخميس بإذن الله 3 إبريل أول أيام العمل بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم طيبين. معانا الآن جنيه توقيع محمد عبد الفتاح إبراهيم، إصدار القاهرة 20 يناير 1977. طبعا زي ما احنا شايفين المحافظ محمد عبد الفتاح إبراهيم. والجنيه ده اللي كان بيطلق عليه الجنيه البني عشان هو لونه بني زي ما احنا شايفين كده. تمام. نشوف الوجه الآخر للعملة بإذن الله. تصميم جميل فعلا. One Egyptian Pound سنتر بانك اوف ايجيبت، وبيحمل صورة معبد أبي سمبل اللي هو برضو مازال الجنيه الورق الحالي بيحمله. تصميم رائع وجميل جدا. سعر الورقة دي حوالي 100 جنيه مصري حسب حالتها طبعا. يعني ما تجيبليش ورقة إصدار شعبية، يعني حالة شعبية جدا مهرية وتقولي دي ب100 جنيه. لا طبعا، لا طبعا، احنا بنتكلم على الورق اللي هو الأنصر والجديد اللي هو جديد. لكن طبعا الورق الشعبي والإصدارات الشعبية دي بيبقى سعرها رخيص. ممكن تلاقيها ب5 جنيه مثلا، ب3 جنيه كده. أيوة، الأرقام دي تلاقيها ب5 جنيه، 3 جنيه، 2 جنيه. إصدار شعبي مهرية كده وبتاع. لكن الإصدارات الجديدة دي هي اللي بيبقى ليها سعر. احنا بنتكلم دايما بنقول إن العملة حالة ونادرة. وحاجة تانية كمان، إقبال الناس عليها. احنا طبعا بنرجو من حضراتكم عمل لايك للفيديو وكتابة تعليق عليه إذا كان في يعني تعليق جميل، تشرفونا بكتابته طبعا. آه، ونرجو عدم التعليقات السلبية فضلا وليس أمرا. يا ريت حضراتكم تشجعونا دايما إن احنا نتقدم معكم بإذن الله. هو زي ما احنا شايفين اللي هو اللون البني الغالب عليه بيسمى الجنيه البني، توقيع محمد عبد الفتاح إبراهيم، إصدار 20 يناير 1977. ورقة جديدة تساوي حوالي 100 جنيه. أما الإصدارات الشعبية والحالة الشعبية تساوي 2 جنيه، 3 جنيه، حسب الحالة الشعبية ودرجة شعبيتها. يعني هي ايه يعني. نرجو من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وكتابة تعليق. ونتمنى أن نلقاكم دائما على خير بإذن الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.